منطقة عين دياب بالدار البيضاء عاشت على وقع أمواج عالية مساء أمس الأحد وصبيحة يوم الاثنين، إذ بلغ ارتفاع الأمواج حسب مديرية الأرصاد الجوية في بعض الحالات حوالي 7 أمتار. أمواج تسببت في خسائر مادية لأصحاب المحلات والمطاعم بالمنطقة الترفيهية لعين دياب، كما رمت بأحجار كبيرة بالشوارع المحيطة بمسجد الحسن الثاني. خويا انا جيت هنا كنتريني مع 5 ديال الصباح، تبان لي الامواج هاجه كضرب في البيسينات. كنا خدامين على اساس خدامين بالليل، تتفاجئنا بهذاك الموج، يعني طلعت الموجه كبيره وكانت يعني البحر طالع بزاف. هادشي اخويا بدا تقريبا من 3:30 الصباح حتى تقريبا 6:30. فترة المد حسب مديرية الأرصاد الجوية كانت على الساعة 3:30 صباحا، ليتراجع علو الأمواج ابتداء من الساعة 6 صباحا من يوم الاثنين. حنا خويا خدامين هنا في هذا المحل، مع 3 ديال الصباح طلع البحر، 3 الصباح طلع البحر، وكاين شويه ديال الدجاج تهرس. مع 3 كنت مع الصديق ديالي خدام هنايا، وبدا مع 3 ديال الصباح من الليل كامل هو كيضرب تقريبا، كتشوف معاه الله بدا كيهرب البحر هنايا. وهذا الحجر اللي خرج البارح راه ماشي غير هنايا، راه حتى اللي في واحد المنطقه عندنا هنا جيت المون خارجه كثير شي حجر. وهذه الصور هي لما بعد بزوغ شمس صباح اليوم، حيث تركت الأمواج آثارها بشوارع وفضاءات الشريط الساحلي للعاصمة الاقتصادية، فيما يتوقع استقرار علو الأمواج خلال اليومين القادمين.